ما تبصيش للي في ايد غيرك، لانك بكل بساطة هتشوفي عند كل واحدة حاجة واحدة عجباكي، وانت هتبقي عايزاهم كلهم. هتلاقي دي عندها عربية مريحاها بتوديها المشاوير اللي هي عايزاها وبتجيبها، ودي عندها احسن موبايل وفيه امكانيات جميلة، وانت طبعا بتقولي اشمعنى انا. وهتلاقي اللي عندها شقة واسعة وحلوة ومفروشة كويس، طب وانا؟ ودي عندها دهب ومعاها فلوس وبتشتري اللي هي عايزاه، ودي بتاكل كويس وبتجيب كل اللي في نفسها. صدقيني مش هتاخدي من المقارنة بالغير غير التعب وقلة الرضا. لازم تشوفي النعم اللي عندك وتحمدي ربنا عليها، حتى لو أبسط النعم. وبعدين احنا بنشوف الجانب الحلو اللي عند الناس، يعني انت ما تعرفيش هي ممكن تكون بتعمل ايه عشان تجيب الحاجة اللي عجباكي دي. ما تعرفيش بقيت حياتها فيها ايه وعايشة ازاي. انت شايفة الحلو وبتحسديها على النعمة اللي هي فيها وبس، مع انك لو شفتيها من الداخل او من جانب اخر بمعنى اصح مش هتمني تبقي زيها. ما تبصيش للي في ايد غيرك ولا تستكتري عليه النعم. ربنا عادل وبيقسم الارزاق. ربنا خلق الناس درجات. اوعي تعترضي لقضاء ربنا، ارضي بحكمه وسلمي الامر ليه. يمكن هم عندهم ماديات بس انت عندك صحة وستر. يمكن هم يبقوا عايشين مرتاحين ماديا لكن الفرحة ما بتقرب لهمش. واعملوا لايك للفيديو. سلام.